الجزء الاولاني وقفنا لما ماهر راح الفرح بنت كرشد، بس هو ما يعرفش ان هي جان. بنت كرشد البنت اللي قابلها في الكهف اعجب بيها اول ما شافها وحبها، وبيشوف كرشد وبيسلم عليه عادي، ورشاد بيعرفه عليه كانه اول مره يشوفه من غير ما يحسسه ان هو عارف ان هو اللي قتل ابوه. وبيروحوا يقعدوا في وسط المعازيم، ورشاد بيكلم ماهر وبيقول له اوعك تعمل اي حاجه تخرب مخططاتنا. ماهر بيقول له ما تخافش، انا هحاول ان انا اسيطر على نفسي لحد ما نقبض عليه ونمسكه متلبس. ورشاد بيقول له شكل الاجواء هنا طبيعيه جدا، مش معقول ان هم هيهربوا البضاعه في الفرح، اكيد هم لو هيهربوها النهارده اكيد في مكان تاني مش هنا، وان الفرح مجرد تمويه مش اكتر. وماهر بيقول له اكيد لا، انا متاكد ان البضاعه موجوده هنا بس مش عارف هيطلعوها ازاي. انا هقوم دلوقتي اقعد الف لفه بسيطه يمكن اعرف اكتشف حاجه. بس رشاد بيرفض وبيقول له ما تقومش، انت كده ممكن تحسسهم بحاجه او تلفت انتباههم. بس ماهر بيقول له انا مش هينفع اقعد كده، انا لازم اقوم واشوف يمكن في حاجه احنا مش شايفينها قبل ما يهربوا البضاعه واحنا قاعدين زي ما احنا ومفيش اي جديد. وبيضطر رشاد ان هو يوافقه. ونروح لجان بعد ما شافت ماهر من الشباك، وساره جت واكدت لها ان اسمه ماهر وشغال في الشرطه وليه منصب عالي. وجان بتتاكد ان ماهر هو تفسير الحلم اللي هي حلمته، وان هو ده نصيبها، على الاخص لما كانت عند النهر ومسك الفنجان وطفى الشمعه وخد منه الخاتم. وبكده اتاكدت ان هي هتاخد واحد منصبه عالي وشغال في الدوله. وبتدخل عليها جدتها وبتشوف جان وهي واقفه ومتوتره. وبنروح لماهر وهو بيلف حوالين البيت وبيدور على اي خيط او دليل يعرف يوصل لمخططاتهم وان هم ازاي هيهربوا البضاعه. وبيلفت نظره مجموعه من الشباب وهم بيحملوا جهاز العروسه، وبيستنتج ان هم هيهربوا البضاعه عن طريق صناديق جهاز العروسه. وبيكون لسه هيتحرك عشان يبلغ رشاد، بس بيجيله رساله من جان وهي بتقول له فيها انت كتبت لي رقمك على ايدي وقلت لي لو كنتي بتغرقي والنار كلها من حواليكي انا هاجي وانقذك، ولو انت عايز تعرف انا مين تعالى لي في المكان اللي احنا اتقابلنا فيه اول مره. وبيسيب الدنيا وكل حاجه وبيروح لها. ونروح لكل وهو بيكلم سليم وبيقول له ان كل حاجه جهزت والمعازيم كلها وصل ومفيش حاجه ناقصه والفرح تمام. وسليم بيكلمه بطريقه مستفزه وبيقول له تمام روح جيب بنتك بقى. وبيكون كرشد مستغرب من طريقته بس بيقول له تمام اللي انت تؤمر بيه. وبيروح كرشد اوضه جان وبتكون لابسه الفستان ومداريه وشها بالطرحه وجدتها قاعده جنبها. وكرشد بيقول لها انا عارف ان انت زعلانه مني بس انا هعمل ايه، انا مش قصدي ان انا اجوزك غصب عنك، بس صدقيني التضحيه اللي انت بتعمليها دلوقتي هتعرفي قيمتها في المستقبل وهتعرفي قد ايه انت انقذتينا وانقذتي عيلتك كلها. وبيكون جايب لها عقد وعايز يلبسه لها، وبيجي يقلعها على الطرحه بس بيكتشف ان هي ساره. بيسالهم ايه ده، امال جان فين وايه اللي انتوا عملتوه ده؟ والجده بترد عليه وبتقول له جان مش موجود، جان راحت لنصيبها. فبيفهم ان هي هربت فبيتجن ومبقاش عارف يسيطر على نفسه. فبيجري يطلب من الشباب اللي هم واقفين حرس ان هم يجمعوا الرجاله من غير ما اي حد يحس بحاجه، واوعوكوا تحسسوا اي حد ان في مشكله. ونروح لجين بعد ما هربت وركبت حصانها بسرعه وراحت الكهف اللي قابلت فيه اول مره ماهر، وواقفه وهي متحمسه ان هي هتقابله وبتحمد ربنا ان هو استجاب دعاها وانه رزقها بالشخص اللي حبها من اول ما شافها. وماهر بيجي واول ما بتشوفه بتقول له ممكن اسالك سؤال ماهر؟ وماهر بيقول لها وهو مستغرب هي عرفت اسمه منين، بيقول لها ايوه انت لسه عاوز تتجوزني؟ وماهر بيقول لها وهو مبسوط انا لما بوعد بحاجه لازم انفذها. وجان بتقول له طيب خلاص اتجوزني ولبسني الخاتم. وهو بيلبسها الخاتم بيسالها هو انت اسمك ايه؟ قالت له اسمي جان، وانا العروسه اللي انت جيت فرحها النهارده، وانا ابقى بنت كرشد، وانا هربت من فرحي النهارده. وماهر بيتصدم وبيرجع خطوتين لورا وبيكون متوتر ومش بيلبسها الخاتم. وبتستغرب جان وبتقول له هو انا مش قلت لك ان انا فرحي قريب؟ انت مصدوم ليه كده؟ بس ماهر بيكون مصدوم ومش عارف يقف على رجليه وبيسيبها وبيطلع بره. وهو بيقول مش ممكن تكون بنت كرشد، دي اشاره دي ولا في ايه؟ ما تكونيش غير بنت كرشد اكبر عدو ليا في الدنيا ديت ازاي يعني؟ وبيفتكر موت ابوه والطفل اللي قتله، وبيكون الطفل اللي قتله هو سفاجي الدراع اليمين لكرشد. وهو بيقول انا مشكلتي مش مع سفاجي كان ساعتها كان طفل، بس انا مشكلتي مع كرشد هو اللي قتل ابويا، وانا عشت طول 21 سنه مستني ازاي اعرف انتقم منه وفي الاخر احب البنت اللي ابوها قتل ابويا. وبتجيله جين بعد ما اتعصبت ان هو مش موجود وفكرته ان هو هربت، بس بتتفاجئ ان هو قاعد بره وبتقول له انا مش عارفه مالك، هو في ايه؟ هو انا كذبت عليك في حاجه؟ انا قلت لك كل حاجه، انا قلت لك ان انا فرحي قريب ولما شفتك في الفرح انا هربت. انت غيرت رايك؟ انا اسفه لو كنت وثقت فيك واتصلت بيك وقلت لك تعالى، انا فكرتك لما قلت لي ان انا عايزه اتجوز ان انت كنت راجل وقد كلمتك. انا اسفه اني عطلتك واني وثقت فيك، انا ماشيه ومش هتشوف وشي تاني يا حضره الضابط. بس ماهر مش بيسمح لها انها تمشي وبيمسك ايديها. ونروح لكرشد وهو ماسك ساره وعمال يضرب فيها علشان خاطر تعرفه مكان جان فين. وساره بتحلف له ان هي والله ما تعرف مكانها فين، بس هو بيفضل يضرب بطريقه جنونيه. بتتدخل امه وبتقول له ان هي فعلا ما تعرفش مكانها فين وهي خلاص راحت لنصيبها، فبيحاول يعرف منها اذا كانت هربت مع حد ولا هي هربت لوحدها. فامه ما ريحتهوش وقالت هي راحت لنصيبها
سيبها وخلاص، خلصنا، بنتك مش موجوده وخلاص. وبيتجن جنون ومبقاش عارف يعمل ايه، وبيروح لسليم. بس اول ما بيدخل بيعرف ان سليم عارف كل حاجه وعارف ان جان هربت، وبيقول له قدامك يوم واحد بس، لو بنتك ما جاتش البضاعه انا طلعتها من المخازن، ولو بنتك ما جاتليش انا هتصرف في البضاعه براحتي، يعني ممكن ارميها لك كلها في البحر وتصرف انت بقى مع بوريس صاحب البضاعه، وشوف بقى بوريس لما يعرف ان البضاعه بتاعته اترمت في البحر هيعمل فيك ايه. وبيخاف خورشيد وبيكون مرعوب جدا، وبيقول لسليم خلاص ما تقلقش، انا بعت الرجاله كلهم يدوروا عليها، ولو هي ما جاتش لحد بكره اعمل اللي انت عايزه، ولو عايز ترميها في البحر ارميها، وانا هجيب لك جان لحد عندك وتكتبه كاتب الكتاب. وفي نفس الوقت بيخش رشاد، بيكون مرعوب خورشيد لا يكون سامعهم وهما بيتكلموا عن البضاعه، بس بيطمن لما خورشيد بيقول له انا سمعت تحت وانا وسط المعازيم ان هما بيتكلموا ان البنت هربت. وخورشيد ما بيعرفش يرد عليه، بس بيتدخل سليم في الكلام وبيقول له لا هي ما هربتش، هي اتخطف. ورشاد بيقول له انتوا شاكين في حد؟ لو شاكين في اي حد احنا ممكن نتصرف. وسليم بيقول له انا شاكك في حد، في شخص جالها في المطعم وخدها غصب عنها، بس بعد كده هربت منه ورجعت تاني، وانا شاكك ان هو ده الشخص. ورشاد بيقول لهم خلاص ما تقلقوش، انا هقفل كل المداخل والمخارج ومش هخلي اي حد يطلع بره المدينه، وابعت اجيب تسجيلات الكاميرات واعمل تحرياتي عن الشخص دوت، وما تقلقوش في ظرف وقت قليل انا هجيب الشخص دوت وهحاسبه. وخورشيد بيترجاه وبيقول له بس الموضوع يكون في سريه تامه، انا مش عايز فضايح. رشاد بيطمنه وبيقول له ما تقلقش انا هتصرف في سريه ومش هخلي حد يعرف حاجه. ونروح لماهر وجان راكبه معاه في العربيه، فهمت ان هو هيتخلى عنها، بس في الحقيقه بيكون هو متوتر ما بين جان اللي هو بيحبها وما بين حقه في موت ابوه، وان خورشيد اللي قتل ابوه ولازم ياخد حق ابوه منه، وما بيكونش عارف يعمل ايه. وبتكون جان مش عارفه ايه مصيرها وايه اللي ممكن يعمله معاها ماهر، وان هو هيسيبها ولا هيسلمها للشرطه ولا هيوديها لابوها، وما بتكونش عارفه وممكن يعمل معاها ايه بالظبط. وفي نفس الوقت بتيجي مكالمه لماهر من رشاد، وبتتحايل عليه ان هو ما يردش على التليفون، لان بتكون عارفه ان رشاد مدير ماهر، ولو عرف ان هي معاه هيخليه يسلمها للشرطه او يرجعها لابوها. وحرفيا فعلا ماهر ما بيبقاش عارف يعمل ايه، ولما ما بيردش رشاد بيبعت له رساله وبيبلغه فيها ان دي صورة البنت بنت خورشيد، وان هي اتخطفت من الفرح، وان هما بيدوروا عليها في كل مكان. وماهر بيقول لها عاجبك كده، اديكي هربتي من الفرح وهيقولوا انا اللي خطفتك. وجان بتقول له لا هيقولوا ولا اي حاجه، انت ممكن تنزلني في اي مكان وكانك ما شفتنيش ولا عرفتني. بيقول لها ازاي يعني عايزاني اتخلى عنك؟ قالت له انت ممكن تتخلى عني عادي مفيش مشكله. قال لها طب طالما انت عارفه ان انا ممكن اتخلى عنك جيتي لي ليه وطلبتي مني ان انا اتجوزك؟ قالت له لا انا جيت لك بس علشان خاطر ما كانش عندي طريق تاني، عشان كده قلت لك اتجوزني مش حبا فيك ولا حاجه. وماهر بيرد عليها بطريقه بيقول لها صح عندك حق. وفي الطريق بيقابلهم كمين وبتترعب جان وبتكون خايفه جدا وبتقول له نزلني في اي مكان لا يقبضوا عليا ولا حاجه ويرجعوني لبابا، بس هو بيطلب منها ان هي تستخبى جوه العربيه من جوه، وبيعدوا من الكمين. ونروح لرشاد بعد ما شاف تسجيلات الكاميرا اللي في المطعم وعرف ان ماهر هو اللي اخد جان من المطعم وهربها، وبيحس بخورشيد ان هو مقرب عليه فبيخبي الفيديو ما بيخليهوش يشوفه. وخورشيد بيسال رشاد وبيقول له مفيش اخبار جديده وشفت التسجيلات لقيت فيها حاجه؟ ورشاد بيرد عليه وبيقول له كاميرات المطعم بايظه ومفيش اي جديد، ودلوقتي الدنيا ليلت ولازم تمشي الناس، بس خورشيد كل اللي همه هو مصلحته ومنظره قدام الناس. بس رشاد بيقول له لو انت خايف ان انت تكلم الناس او تكلم العريس سيبني وانا اروح اكلمهم، بس خورشيد بيقول له لا انا هتصرف وحاول اعتذر لهم باي طريقه كويسه. ورشاد بيكون متنرفز من ماهر خالص وبيتصل بيه، بس ماهر ما بيرضاش يرد عليه وبيبعت له رساله وبيقول له انا مش هعرف ارد عليك دلوقتي لاني جالي امر مهم ومش هعرف ارد عليك. وجان بتقول له انت ليه جبتني هنا؟ الدنيا ساعه قوي وانا مش هعرف اقعد هنا. هو بيرد عليها بيقول لها هو بيقلع لها الجاكيت حضرتك الطرق كلها مقفوله، الشرطه بتدور عليكي في كل مكان ومفيش مكان ممكن نروح له. وجان بترد عليه وبتقول له في بيت موجود على اول الجبل وفي تدفئه ممكن ان احنا نروح له بدل ما نقعد هنا في السقعه دي. وهو بيسالها على بعد قد ايه يعني؟ قالت له انا مش عارفه على بعد قد ايه بس ممكن 3 دقايق بالحصان. وماهر بيقول لها بالحصان؟ قالت له قال لها طيب، وبياخدها وبيروحوا. ونروح لبيت عزاف جد ماهر وجدته بتكلم عزاف وهي بتزعق له وبتقول له هو لسه لحد دلوقتي ما ردش عليه؟ قال لها ماهر لحد دلوقتي مش عاوز يرد. قالت له لا انت تروح وتجيبه بالعافيه، هو ايه اللي مش عايز يرد؟ دي سيليا حامل ولازم يتجوزها، وانا وعدت مرات ابني ان حفيدها هيتربى في حضنها ولازم حفيدنا يبقى في وسطنا وقبل ما حد يعرف من اهلها وممكن يأذيها. وعزاف بيقول لها يعني انت عايزاني اجبر شاب عنده 30 سنه ان هو يتجوز سيليا غصب عنه؟ ازاي دي؟ وكمان انا ماليش كلمه عليه بعد ما سبته 30 سنه وما سالتش فيه ولا هو ولا امه. وهي بترد عليه وبتقول له لا ده حقنا عليه ان هو يعمل كده وغصب عنه، دين عليه ولازم يدفعه. مش كفايه ان ابوه ساب سيف ده وراح اتجوز امه اللي احنا ما نعرفهاش ولا نعرف اصلها منين، واضطريت اجوز سيف ده لابني الصغير، وكل الكلام ده بتكون سامعاه سيف ده. وبتروح لجوزها وبتشوفه وهو بيلبس وبيشيك وبيكون رايح البت اللي ماشي معاها، بس طبعا هي ما تعرفش. وبتقول له ابوك مش عايز يتحرك ولا عايز يغصب ماهر ان هو يتجوز سيليا قبل فوات الاوان، لو حد عرف من اهل سيليا ان هي حامل هنروح كلنا في 60 داهيه، ودي بنت اخويا وانا خاف عليها.
عليها وبحبها زي بنتي، اللي حرمتني ان انا اجيبها وطلع ان العيب منك انت وما بتخلفش، وانا قلت ان العيب مني وانت لازم تعمل حاجه على الاقل علشان خاطر ان انا حافظه لك السر كاتماه جوه قلبي. بس هو بيزعل وبيقول لها ايه لازمته الكلام ده دلوقتي؟ بس هي بتجيب ورا وبتقول له لا انا مش قصدي حاجه، بس انا كان قصدي اقول لا انا محرومه ان انا ما اخلفش وكمان ابقى محرومه من عيال اخويا، مش هينفع برضه انت لازم تقف وتعمل حاجه وتروح تكلم ابوك او تجيب ماهر غصب عنه. روح لماهر بعد ما وصل للبيت اللي جان قالت له عليه وكسر الباب بالمسدس ودخل، وجان كانت مبهوره بيه وهو بيكسر الباب بالمسدس، وبتجيله رساله على التليفون وبيقول لجان ان هو هيطلع يجيب خشب من بره علشان خاطر يدفي المكان، وبيسمع الرساله والرساله دي بتكون من الشخص اللي هو بعته يراقب تليفون أورهان بعد ما عرف ان هو شغال لصالح خورشيد، وبعت له رساله تسجيل صوتي ما بينه وما بين سفاجي، ومضمون الرساله ان سفاجي بيقول لأورهان ان انت لو لقيت جان لازم تسلمها لي، لان انت لو سلمتها لابوها هيجوزها على طول لسليم، على اخص لما سليم اخد البضاعه كلها اللي موجوده في المخازن واحتجزها عنده، وقال له لو انت ما جوزتنيش بنتك هيرمي البضاعه كلها في البحر. خورشيد مش هيعمل اي حاجه غير ان هو يجوز جان لسليم علشان خاطر ينقذ البضاعه وما يتعرضش لعصابه المافيا تبع بوريس. وماهر بيفكر مين بوريس دوت اللي طلع لنا جديد ده، ولازم اعرف هو مين واعرف كل افراد العصابه اللي كل شويه يطلع لي واحد شكل ده، وعلشان خاطر اوصل لهم لازم ان انا اسلم جان، وبيكون محتار ازاي هسلم جان وارجعها بعد ما وثقت فيا، وفي نفس الوقت لو خليتها مش هعرف اوصل لتشكيل العصابه، وبيبقى محتار مش عارف يعمل ايه، وبيجمع الخشب وبيخش الجان بس بيلاقيها ان هي مولعه النار ومدفيه المكان، وبيكون مستغرب، قالت له انا اصلا بدويه فاكيد يعني هعرف اعمل الحاجات دي بكل سهوله، وبيقعد يتكلم معاها وبيسالها هو ليه شافها في الكهف اول مره، فبتقوله ان هي راحت تدعي هناك علشان خاطر في ذنب بابا عمله وانا صغيره اول ما اتولد، بس انا معرفش ايه هو الذنب ده، وتيتا قالت لي ان انت لازم تروحي هناك وتقعدي تدعي علشان خاطر الذنب اللي ابوكي عمله وانه انت صغيره انت ما تشيليش ذنبه. وماهر بيفهم ان سفك الدماء ده هو قتل خورشيد لابوه، فبيتعصب عليها وبيقول لها اسكتي انا مش عايزه اسمع حاجه تاني، فهي بتكون مستغربه عصبيته، انت بتتعصب عليا كده ليه؟ هو زي ما يكون اللي اتقتل ده هو ابوه، فبيتعصب عليها اكتر وبيقول لها اطلعي بره انا مش عايزك تقعدي هنا يلا امشي، وبتكون حرفيا مصدومه فيه ومن طريقه افعاله وان هو فعلا شخص غير متزن، تقول له انا اسفه شكلي كده وثقت فيك وافتكرتك راجل، تاخد بعضها وبتطلع، وماهر بيكون مستغرب من اللي هو عمله ده، ايه اللي انا عملته ده هي مالهاش ذنب، بيطلع يجري وراها وبينادي عليها وبتتنرفز عليه وبتقول انا مش راجعه معاك، قال لها تعالي انت هتروحي فين في الضلمه دي، انت مش كرشتني من الكوخ انا مش راجعه تاني، وبتنفعل وبتمشي، بس وهي بتمشي بتقع على رجليها وبتصعب عليه وبيحاول يقنعها ان هي ترجع وبيرجعها بس بالعافيه. ونروح لرشاد وهو بيكلم أورهان وبيقول له عرفت تعرف مكان ماهر من اي اشاره من التليفون بتاعه، وأورهان بيقول له حاولت تاخد منه اي اشاره بس تليفونه مقفول ومش عارف اوصل له، وبيساله هو ايه علاقه ماهر بخطف بنت خورشيد، هو في حاجه؟ ورشاد بيقول له لا مفيش اي حاجه، وبيحاول ان هو يتوهه عشان طبعا هو عارف ان هو شغال لصالح خورشيد، بس أورهان بيكون شاكك ان في حاجه تخص ماهر وبنت خورشيد، على الاخص ايه اللي هيجيب رشاد في وقت متاخر زي دوت ويسال على تتبع التليفون بتاع ماهر الا لو كان في مشكله. ونروح لجان وماهر، وجان وهي نايمه بيقرب منها ماهر وبيلبسها الخاتم، وبيكون اخد قرار وعرف هيعمل ايه مع جان، وبتاني يوم بيصحي جان وبيقول لها البسي عشان ماشيين، ولما بتيجي تركب العربيه بيقول لها انت ليه ما سالتنيش رايحين فين، قالت له انا واثقه فيك واي مكان انت رايحه انا معاك، وبيسجل ماهر من كلامها وبيروحوا عند البنزينه، تساله احنا جينا عند البنزينه ليه، فبيقول لها عايزه اشتري بنزين، قالت له طب خلاص ممكن اخش الحمام عشان اغسل وشي، قال لها تمام، تدخل الحمام وهي بتغسل وشها بتلاقي الخاتم وبتفرح ان هو لبسه لها، وفي الوقت ده بيكون ماهر بعت الموقع اللي هي فيه لابو جان وقال له بنتك موجوده في المكان ده، وبيمشي وهو في الطريق بيرمي الخط اللي هو بعت منه الموقع، واول ما بتوصل الرساله الكوارشي بيلم الرجاله وبيروح على المكان الموقع بسرعه، ولما بتطلع جان بتتفاجئ ان ماهر مش موجود وبتكون مستغربه هو راح فين، وبتقعد تدور عليه بس مش بتلاقيه، بس بتكون مفكره ان هو بيشتري حاجه ورجع لها تاني، وهي مستنياه بيجي لها ابوها والرجاله وبتحاول تهرب منهم بس بيمسكوها وبيركبوها العربيه بالعافيه، وبتكون مستغربه هو عارف مكانها منين، وابوها بيمسكها بطريقه جامده وبيوديها عند سليم، اديني وفيت بوعدي وجبتها زي ما انا قلت لك، وسليم بيكون واقف بعظمه وغرور وبيكون عايز يمد ايده عليها، بس كوارشي بيقول له لا ما تمدش ايدك عليها طول ما هي في بيتي اياك تمد ايدك عليها، وسليم بيقول له انت عايز مني ايه بعد الفضايح اللي هي عملتها دي، عايزني اخدها في حضني واقول لها برافو على هربتي من فرحك، وكوارشي بيقول له تمام خلاص لما تبقى في بيتك وتتجوزها يبقى خد حقك زي ما انت عايز، اما طول ما هي هنا ما تمدش ايدك عليها، وسليم بيقول له خلاص تمام لما اتجوزها ابقى اخد حقي منها وانا ماشي دلوقتي، ولما تيجوا تكتبوا كتاب يبقوا اتصلوا بيا، وبيمشي، وكوارشي بيمسك ايد جان وبيطلعها اوضتها
وهو بيزعق لها وبيقول لها بكره كاتب الكتاب وإياكي تهربي تاني، واللي انت كنتي عشمانه فيه ان هو هيلحقك وينقذك هو اللي اتصل بيا وقال لي على مكانك. بس هي بتقول له بس انا ما هربتش مع حد. مين اللي بعت لك عنواني؟ طب وريني الرقم اللي بعت لك منه. بس هي بيقول لها مش عارف مين. فجان بتستنتج ان في حد شافها في البنزينه وعارفها وبعت العنوان لابوها، ومش ممكن يكون اللي عمل كده ماهر، لان فعلا لو هو كان عايز يسلمها لابوها ما كانش لبسها الخاتم في اعتقاد منها هي. وبتصر على موقفها ان هي مش عايزه سليم، بس ابوها بيقول لها هتاخديه غصب عنك وبكره كاتب الكتاب. ونروح لماهر ورشاد بيزعق له ان هو خطف جان من الفرح، بس هو بيقول له انا ما كنتش اعرف ان هي بنت كرشد، وكنت رايح لها على اساس ان هي البنت اللي ضربتني بالبندقيه في الكهف، بس عرفت بعد كده منها ان هي بنت كرشد. قالوا طب خلاص لما عرفت ما رجعتهاش ليه؟ قال له علشان خاطر التسجيل اللي اتبعت لي، وسمعوا التسجيل، وكنت بخطط لخطة عشان خاطر نعرف نمسكهم بيها متلبسين، والخطة ما كانتش هتتنفذ غير لما أخرها معايا يوم. وبيعرفوا الخطة اللي هم هينفذوها، وجان مع سارة، وجان بتتأسف لها على الضرب اللي أبوها ضربه لها، وسارة بتقول لها خلاص الموضوع عدى على خير الحمد لله، المهم انتي رجعتي ليه؟ وبتحكي لها على اللي حصل وإن في حد شافها وبعت رسالة لبابا، ولما طلعت ما لقيتش ماهر. وسارة بتقول لها مش يمكن ماهر هو اللي بقى أبوكي وبلغه إنك في البنزينة؟ قالت لها لأ، لو كان عاوز يبلغه كان بلغه من الأول، وغير كده هو لبسني الخاتم، والخاتم ده معناه ان هو وعدني ان هو هيفضل جنبي مش هيسيبني، وانت عارفه ان هو ظابط، وممكن تكون جات له مكالمه مهمه وما ينفعش يستنى، او ممكن تكون حصلت حاجه احنا ما نعرفهاش ايه هي. وهاتي تليفونك اتصل بيه واعرف هو مشي ليه من غير ما يقول. وبتتصل بيه بس التليفون بيكون في المكتب وما بيكونش معاه، فبتقرر تبعت له رساله، وخليتها بتدخل الاوضه وبيكون معاها الفستان، وبتوريه لها وبتقول لها فستانك جميل قوي. قالت لها ده مش فستان ده كفن، انا قلت لبابا ان انا مش عايزه اتجوز، وبرضه مصمم على رايه، انا مش عارفه بابا بيعمل معايا كده ليه. وبيكون نفسها ضاق وبتكون عايزه تخرج تشم هوا. وساره بتقول لها هتروحي على فين؟ ناويه انك تهربي؟ قالت لها لا انا مش هعمل اي حاجه غير لما ماهر يتصل بيا. ونروح لأورهان وهو داخل يتغدى في المطعم، وكلمه الجرسون وقال له ان امبارح مدير الامن رشاد طلب تسجيلات الكاميرا بتاعه المطعم، وكنت عايز اعرف لو في مشكله تبع المطعم ولا حاجه. وأورهان بيقول له بخباثه لا هو مفيش حاجه، بس انت ممكن توريني نسخه من التسجيلات. ولما بيشوفها بيعرف ان اللي خطف جان هو ماهر، وبيستنتج ان رشاد وماهر مخبيين حاجه. ونروح لكرشد بعد ما حجز موعد كتب الكتاب ويبلغ سليم ان كتب كتاب الساعه 11، وبيكمل كلامه وبيقول له انا نفذت وعدي معاك، نفذ انت كمان وعدك وعرفني مكان البضاعه فين. بس سليم بيقول له مش هتعرف مكان اي حاجه غير لما كتب الكتاب يخلص، والفضايح اللي انتوا عملتها لي في وسط البلد الناس كلها عرفت ان العروسه هربت مني، لازم تصلح الموضوع وتصلح شكلي قدام الناس. وكرشد بيقول له انا مفهم الناس كلها ان العروسه تعبانه عشان كده احنا لغينا الفرح. قال له انت مبلغ الناس كلها الغريبه ان العروسه تعبانه، بس في ناس تعرف ان العروسه هربت، زي رشاد كده عارف ان العروسه هربت، ولازم تعزمه في الفرح وتعرفه ان العروسه موافقه وبرضاها مش هتتجوزني غصب عنها. ونروح لماهر وهو في المكتب وشاف تليفونه وشاف الرسائل اللي بعتاها جان، وبتقول له ماهر انا جان، انت مشيت ليه من غير ما تقولي؟ فهو انت كويس؟ لما انت مشيت جم وخدوني من عند البنزينه، يظهر ان في حد قال لهم ان انا موجوده هناك وجابوني عند البيت، وبابا هيجوزني بكره اللي اسمه سليم ده، وانا قلت لبابا ان انا مش عايزاه، بس بابا مصمم على رايه ومش عامل لرايي قيمه. انا محتاجه لك، انت ظابط وانت الوحيد اللي ممكن تقدر تساعدني. لما تشوف رسالتي اتصل بيا، التليفون ده تليفون صاحبتي ساره. وتاثر خالص ماهر لما شاف الرساله، وبيلوم نفسه على اللي هو عمله فيها، وان ازاي ان هو سلمها لابوها وان هم هيجوزوها غصب عنها. وبيخش عليه رشاد وبيعرفوا ان كرشد اتصل بيه وعزمه على الفرح، واكيد بكره هيحركوا البضاعه من مكانها، ولازم نكونوا جاهزين بكره وننفذ الخطه اللي انت رسمتها. وماهر بيقول له انا مجهز كل حاجه تمام، وعناصر الشرطه هيقوموا بكل حاجه، بس انا لازم اكون معاك بكره، انا لازم انقذ جين. رشاد بيرفض ويقول له لا انت اللي راسم الخطه وانت اللي لازم تنفذها، ولازم تكون على طريق العبور اللي هيعدوا منه، ولازم تكون موجود ومستعد لاي مفاجاه ممكن تقابلنا. العناصر الشرطه مش هيعرفوا يتصرفوا زي ما انت تتصرف. بس ماهر بيصمم على رايه، بيقول له لا انا لازم اروح معاك، مش هينفع اسيبها، هي وثقت فيا وانا استغلتها وسلمتها لابوها. بس رشاد بيصمم على رايه وبيقول له الكلام اللي انا قلته لازم يتنفذ، واياك تعمل اي حاجه من ورايا، انا عارفك انك ممكن تعمل حاجه، بس انا بقول لك انك مش هينفع تعمل اي حاجه، وخلي الموضوع يعدي على خير. وبيضطر ماهر ان هو يسمع كلام رشاد. ونروح شاف الرساله ولا لا، بس بيجي لها حد من وراها وبيخطفها، وبتفضل تصرخ جامد وبتكون مستغربه انتوا خطفتوني ليه وايه اللي هتعملوه فيا. بس الشاب اللي خطفها بيقول لها ما تقلقيش في حد مستنيكي، وبتهدى شويه لما بتلاقي نفسها ان هي قربت من الغابه والمكان الكوخ اللي هي كانت موجوده فيه هي وماهر، وبتستنتج ان ماهر جوه ومستنيها وهو اللي بعت الناس دي انها تخطفها. تدخل الكوخ وهي فرحانه ومبسوطه ان هي هتشوفه، تحمد ربنا ان هي خلاص هتقابله. بس اول ما بتخش بتصدم وبتلاقيه سليم، وبتعرف ان هو عارف كل حاجه، وعارف ان هي قضت اليوم مع ماهر، وعارف المكان وعارف كل حاجه. وبيبقى قاعده على الكرسي وهي مرعوبه منه وخايفه لا يعمل فيها حاجه او يأذيها او يضربها زي ما كان عايز يضربها. وسليم بيقول لها شفتي بقى ان انا عارف كل حاجه ازاي،
ومفيش اي حاجه عنك انا معرفهاش، وان اي حد يقرب منك انا ممكن ازعله. وبتخاف جان وبتقول له انت عملت حاجه في ماهر؟ اوعك تكون عملت حاجه فيه. قال لا انا لحد دلوقتي ما قربتش منه، بس لو انت فضلتي في اللي انت بتعمليه انا ممكن اقرب منه، زي مثلا انك تعيديها تاني وتهربي من الفرح وتعملي اي حاجه بكره، ساعتها انا اللي هتصرف. وبتفهم جان ان سليم بيقرص ودنها علشان ما تعملش اي حاجه بكره، وقلبها بيجمد وبتقول له بس على فكره انا مش عايزاك ومش بحبك، وماهر هيجي وهينقذني منك فما تستقواش عليا. بس سليم بيقول لها على فكره ما تفكريش ان ماهر عايز، ماهر كل اللي هو بيعمله بس عشان خاطر ان هو يوصل لنا ويمسك البضاعه، مش اكتر ولا اقل، بس انت مجرد سلمه مش اكتر. بس جان بتقول له لا مش ممكن ماهر يكون كده. قال لها طب خلاص تعالي نتشارط انا وانت. ماهر لو خطى خطوه واحده بس علشان خاطر ينقذك من هنا لغايه ساعه كتب كتاب انا هسيبك ومش هاجي جنبك، بس لو ما جاش تقولي لما يجوا وهم بيكتبوا كتب كتاب تقولي ان انت موافقه ومن غير اي كلام ولا تعملي اي مشكله. وجان بتقول له تمام انا موافقه على شرطك. وبتروح البيت وبتلاقي ساره واقفه ومستنياها وكانت قلقانه عليها لانها ما كانتش لاقياها، وبتعرفها على كل اللي حصل وان سليم خطفها وعرفتها على الشرط اللي هو شرطه عليها. وبتفرح ساره ان ممكن سليم يبعد عنها، بس بتكون متوتره ومش واثقه في ماهر. وبتعرف جان ان هو شاف الرساله بس لحد دلوقتي ما اتصلش، وبتقلق جان لا فعلا ما يجيش ينقذها وتضطر انها تتجوز سليم غصب عنها. وبيروح جد ماهر لبيت ماهر علشان خاطر ياخده بس ما بيكونش موجود، وبتكون موجوده سوريا ام ماهر، والجد بيكلمها بطريقه وحشه قوي وبيقول لها انت السبب ان محمد ابني يبعد عنا واختارك انت وسابنا احنا. وهي بتقول له امشي من هنا قبل ما محمد يجي علشان خاطر لو شافك هنا هيزعل، بس هو بينفعل عليها وبيقول لها ان محمد مات. ونروح لماهر وهو قاعد ومش عارف يتصرف ازاي مع جان، وبتتصل بيه المربيه اللي بتخلي بالها من سوريا وبتبلغه ان مامتك في المستشفى وقعت فاقده الوعي وان احنا نقلناها للمستشفى. وبيحاول يعرف من المربيه ايه اللي حصل لامه، وبلغته ان كان في واحد جه وبلغته ان في شخص كان بيتكلم معاها انهارت عليه وفقدت الوعي. وماهر بينفعل وبيقول لها مين الشخص اللي وصل امي للمرحله دي؟ فبتقول له اهو جاي من وراك، وبيكون جده. انا جيت علشان خاطر اخدك معايا بس امك هي اللي فقدت الوعي وانهارت وما كنتش عارف ان المساله هتوصل للدرجات. ماهر بينفعل عليه وبيقول له جيت تاخدني فين؟ وعاجبك الحاله اللي امي وصلت لها بعد ما سبتوني 30 سنه انا وامي لوحدينا؟ امي كانت تعبانه وما كانش لاقي حد جنبها ولا كنا لاقيين حد يصرف علينا ولا يقف جنبنا. جاي بعد ايه؟ لا انا اسف يا جدي مع السلامه انا مش رايح معاك. وجده ما بيعرفش يقنعه ان هو يرجع معاه وبيمشي وبيدخل لامه وبيقف جنبها. بس في الوقت دوت جان بتكون بتتصل بيه وتليفونه سايبه في العربيه، وجان بتكون قلقانه جدا. نروح لأرهان بعد ما شك في ماهر وبيعمل تحريات عنه، وبيعرف ان ابوه محمد مات على ايد سفاجي، وسفاجي هو الدراع اليمين لكرشي، فبيعرف ان ماهر حطه في دماغه وان هو عايز ينتقم منه. وفي نفس الوقت بيجيله شرطي وبيديله ورق كان عايز يدخله الماهر المكتب بس ما لقاش ماهر، فبيديه أرهان وبيقول له ده الورق العمليه الجديده. فبيشوف ان الورق فيه خرايط والخرايط ديت بيكون فيها مكان كرشي، فبيعرف أرهان ان ماهر بيخطط لحاجه. ويوم الفرح جين بتكون لابسه الفستان وواقفه ومتوتره ومش عارفه تعمل ايه، وبتكلم جدتها وبتقول لها ممكن ماهر ما يجيش او لا الحلم يكون غلط، انا بمشي ورا قلبي بس انا خايفه ان يكون قلبي بيدلني على الطريق الغلط. وجدتها بتطمنها وبتقول لها ما تخافيش مش هتاخدي اكتر من نصيبك في الدنيا، وهو لو من نصيبك اكيد هيجيلك. وبيدخل ابوها وبيقول لها كويس ان انت موجوده فكرتك هربتي ولا حاجه. وبتقول له انا مش عارفه انت بتعمل معايا كده ليه، انا امانه امي ليك، ازاي بتعمل فيا كده؟ ازاي بترميني لشخص انا مش عايزاه؟ قال لها انت مش عارفه قيمه اللي انت بتعمليه، انا بعمل كده عشان خاطر مستقبلنا. قالت له لا مش مستقبلنا احنا، مستقبلك انت، حرام عليك والله هتروح من ربنا فين؟ انت لما هتموت وربنا يسألك على اللي انت عملته فيا هتقول له ايه؟ يعرفش يرد عليها وبيمشي. وبيكونوا متجمعين عشان خلاص هيكتبوا كتب كتاب، وسليم بيقول لها شفتي اهو ما جاش اهو، مش انا قلت لك ان انت بالنسبه له ولا حاجه، انت ما صدقتنيش. بس المفاجاه ان بيخش ماهر وبتفرح جان وبتكون مبسوطه قوي وبتبص لسليم بصه انتصار ان خلاص انا كنت صح وهو هيجي عشان خاطر ينقذني. ورشاد بيعرفهم عليه وبيقول لهم ان هو اللي بلغ بمكان جان وهو اللي بعت لكم الموقع. وبتتصدم جان، معقوله انت اللي بلغت؟ ليه عملت معايا كده؟ معقوله انا كنت واثقه فيك قوي، ليه عملت معايا كده؟ وبيقعدوهم على ترابيزه كتب الكتاب، واللي بيكتب الكتاب بيسالها على رايها وهي بتبص لماهر كل نظراتها انكسار، وماهر خايف ان هي تقول بس هي بتقول موافقه. وبيخلص المسلسل على كده. لو عجبك المسلسل ما تنساش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، ولو عجبك ان احنا نكمل بقيه المسلسل يا ريت تكتب لنا في الكومنتات. باي باي.